بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على الرسول محمد بن عبد الله المنزل عليه وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. الأعزاء أعضاء مجلس الشورى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في البداية أن أترحم على روح شهيد الوطن الأستاذ عبد العزيز عبد الغني رئيس المجلس السابق، وأن أشيد بدوره العظيم في تأسيس منظومة العمل الاستشاري والشوروي في بلادنا، آملين أن نتمكن من الاهتداء بتلك القدرات والاستفادة من جميع الخطوات الإيجابية والتقاليد العريقة التي أرسلها رحمه الله، مستفيدين من التوجهات السديدة لفخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله. ويطيب لي في هذه المناسبة أن أتوجه إليكم جميعا بخالص الثناء والشكر والتقدير على ما أوليتموني إياه من ثقتكم العزيزة التي أعتز بها رئيسا للمجلس الموقر، رغم أني لست أفضلكم، فأنا أعلم علم اليقين أن هذا المجلس يضم في جنباته الكثير من الكفاءات الوطنية ذات الخبرة والتجربة والمراس السياسي، بيد أن المسؤولية تكليف لا تشريف. نسأل الله أن يمدنا بالعون والتوفيق. الأعزاء أعضاء المجلس، لعل من أهم المميزات التي تضاف إلى هذه المؤسسة الدستورية احتوائها على نخبة من الحكماء والخبراء في جميع المجالات، الأمر الذي يجعلنا أكثر ثقة واعتزازا بهذا الرصيد الفكري والسياسي المتنوع، والذي نأمل أن يمثل الطاقة والقوة الدافعة لدور ومحورية المجلس بالاطلاع بمهامه الدستورية والقانونية، يتمكن بثقة وباقتدار من المساهمة الإيجابية في تجاوز مشكلات وصعوبات هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ شعبنا اليمني، ومن ثم العبور بسلام إلى المستقبل الواعد الذي يحلم به جميع أبناء الوطن اليمني. وإني على ثقة كبيرة بأننا جميعا سنعمل بروح الفريق الواحد من خلال الآليات المعتمدة في عمل المجلس، وأعدكم بأننا إن شاء الله سنجسد سلوك الإدارة الديمقراطية التشاركية في صنع واتخاذ قراراتنا، وكذلك عند دراسة وتحليل المشكلات والقضايا المطروحة على أجندة المجلس، وذلك لنجعل من مخرجات المجلس مرجعية لذوي الشأن وذات قابلية للتنفيذ ذات الجهات المعنية. ونؤكد بأننا سنكون منفتحين إيجابيا على كل المستجدات والتطورات المحلية والأقليمية والدولية في مختلف النواحي السياسية والإدارية والتكنولوجية الراقية لتحسين وتطوير الأداء المؤسسي للمجلس. وفي نفس الوقت سنبذل قصارى جهدنا في تفعيل ما يصدر عن المجلس بالتعاون البناء مع الحكومة والجهات ذات العلاقة وصولا إلى تحقيق الأهداف المنشودة. ختاما، أتمنى أن يتمكن المجلس الموقر من النهوض بواجبته الدستورية والقانونية المناطة به، كما أتمنى لكل أعضائه ومنتسبيه دوام التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما لا أنسى أشكر هيئة الرئاسة على ما يقوم به من عمل وما سيقوم به مستقبلا إن شاء الله. شكرا لكم. ألف مبروك. ترفع الجلسة.